السلام عليكم ورحمة الله. أنا معاكم مجدي منصور، خبير التنمية العقارية والمتخصص في مناطق الاستثمار الجديدة غرب القاهرة. الحمد لله بعد دورنا القوي والملموس واللي ناس كتير الحمد لله رب العالمين شهدت بيه في الاستثمارات في غرب القاهرة، خصوصا في الفترة اللي فاتت كنا مركزين على الحزام الأخضر وعلى الثورة الخضراء وعلى زايد الجديدة وعلى الجزء التاني اللي هو ناحية زايد أكتر. وبعد ناس كتير ما اتكلمت معانا ان احنا عايزين برضو يكون في تركيز على اكتوبر الجديدة وعلى سفنكس الجديدة، خصوصا بما لهم من مساحة تخش تقريبا في حوالي 150 ألف فدان، 75 ألف هنا و75 ألف هنا. فاحنا النهاردة كده في زيارة سريعة خفيفة تبين للناس اكتوبر الجديدة او ازاي نوصل لاكتوبر الجديدة. واحنا حاليا على طريق الواحات، يعني ورانا المتحف المصري الكبير اللي لسه مفتوح اول امبارح، ودريم لاند هي طبعا على يمنا، وبيكون ده طريقنا ان احنا رايحين اكتوبر الجديدة. ما بنخشش ولا يمين ولا شمال، هو نفس الطريق ده احنا بنكمل عليه طوالي على طول. يعني احنا بنتكلم في طريق هيعتبر امتداد للمتحف المصري الكبير، مزار سياحي كبير، زي ما هو نفسه الطريق هيكون في سفنكس الجديدة، وهنبقى نوضح ده بعد كده. يبقى اذا احنا اكتوبر الجديدة هي امتداد للمتحف المصري الكبير. فيلا بينا ناخد رحلتنا لأول اكتوبر الجديدة وهنكون مع بعض ان شاء الله. توكلنا على الله. نزلنا على طريق الواحات زي ما احنا واضح، طبعا دي دخلات غرب سومت ودخلت حدائق اكتوبر يمين وشمال، وبرضو احنا على طريقنا زي ما احنا. ده طبعا اللي بيتعمل دي الكباري والمحطات بتاعة القطار السريع لعلمين السخنة اللي ممتد من اكتوبر الجديدة، من حدائق اكتوبر عفوا، وداخل على طريق الحزام الاخضر وزايد الجديدة وسفنكس الجديدة. يخش علينا بقى دلوقتي الدخلة بتاعة الجهاز من على طريق الواحات. دي طبعا منطقة الداون تاون، حدائق اكتوبر اللي على الواحات على طول على الرئيسي، وده مدخل الجهاز من على الواحات، جهاز اكتوبر. يمنا طبعا دي الام اس اي جامعة نوال الدجوي، واحنا برضو لازلنا على الواحات. شمالنا المخابرات، نزلنا على الواحات. بدأت تظهر معالم اكتوبر الجديدة بقى خلاص كده. نطلع الكوبري تحتينا صينية الواحات، دخلت اكتوبر طبعا تحتينا من صينية الواحات على طول محور جمال عبد الناصر. احنا طالعين الكوبري كده، علشان ننزل هنلاقي منا منطقة المصانع. وأحد مراحل ابن بيتك، أو إسكان اجتماعي. ثم 800 فدان، مساكن ال 800 فدان. كده احنا يعتبر وصلنا اكتوبر الجديدة او بداية الدخول لمدينة اكتوبر الجديدة. وزي ما قلنا هو امتداد لطريق المتحف الكبير. طبعا شوارع رئيسية كبيرة ممتدة اللي هي طريق الواحات، ولازال لسه في توسعة وفي تمهيد بيتعمل عشان
ده شارع رئيسي كبير حيوي، هيكون طبعا داخل فيه المدينة كاملة، مدينة أكتوبر الجديدة. وهنا طبعا سكن مصر من أحد المراحل مبني هنا، ومولات تجارية بتتبني في الجزء اللي على شمالنا دوت اللي بجوار الجهاز، بجوار جهاز أكتوبر الجديدة. هنلف دلوقتي عشان نوري لحضراتكم مقر قانوني اللي بيتعامل على جميع أراضي أكتوبر الجديدة، وهو جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عشان ننهي بيه الحلقة الأولانية من الزيارة السريعة ديت لمشارف مدينة حدائق أكتوبر الجديدة أو بداية مدينة أكتوبر الجديدة، ونوري لحضراتكم إزاي تقدر توصل لبداية المدينة، علشان في حلقات جاية بإذن الله هنبدأ نشرح أكتر ونتعمق أكتر في مدينة أكتوبر الجديدة. هنطلع الكوبري عشان نعمل يوتيرن ونرجع تاني نبقى قدام جهاز أكتوبر الجديدة على طول. لو دخلنا الجزء ده طوالي هنخش 800 فدان، لكن احنا هنلف تاني في طريق عودتنا كأننا راجعين تاني على طريق الواحات باتجاه المتحف. هنلاقي اسم الشرطة متواجد طبعا لحفظ الأمن في المنطقة، وبجواره مباشرة جهاز أكتوبر الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين ده جهاز مدينة أكتوبر الجديدة. طبعا مشكورين كل السادة المسؤولين على العمل القوي اللي بيتم واللي بيتعمل، سواء السيد رئيس الجهاز أو كل السادة المعاونين على الشغل اللي بيتعمل في مدينة أكتوبر الجديدة أو اللي لسه هيتعمل إن شاء الله. منتظرين منهم الكتير والكتير والكتير في الفترة اللي جاية. كنت معاكم مجدي منصور، انتظروا حلقات جاية كتير بإذن الله، هنتعمق أكتر في أكتوبر الجديدة وهنشرح كل نقطة في أكتوبر الجديدة، وبإذن الله مع بعض هنبدأ نشوف أكتوبر الجديدة بنفس القوة الاستثمارية اللي حصلت النهاردة في الحزام الأخضر وفي زايد الجديدة في الثورة الخضراء. متقلقوش احنا معاكم إن شاء الله على طول. السلام عليكم ورحمة الله.